يا غائبا لم تغب عنا رعايته كالشمس يسترها داج من السحب. لا زال كلامنا حول أدوار الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. تكلمنا عن الدور العلمي، والبارحة تكلمنا عن الدور الاجتماعي بتأسيسه لنظام المرجعية الدينية والوكلاء. وهذه الليلة نتكلم عن دور الإمام في التمهيد لغيبة ولده الخلف المغيب عجل الله تعالى فرجه. هذا من الأدوار الأساسية في حياة الإمامين الهاديين العسكريين عليهما السلام. تمهيد الإمام العسكري لغيبة ولده المهدي ظهر في أساليب عديدة. الأسلوب الأول في تأكيده عليه السلام على البشارة المهدوية. كان كثيرا ما يبشر بقيام ولده المهدي. عيسى ابن صبيح هذا أحد زملاء الإمام العسكري في سجن بني العباس. يقول: سجنت مع أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، فقال لي: يا ابن صبيح ألك ولد؟ قلت: سيدي لا. قال: من كان ذا ولد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد. ثم قال له: في هذا اليوم يرزقك الله ولدا يكون لك تلدا. الإمام في السجن يخبر ابن صبيح أن زوجه حملت ووضعت في ذلك اليوم. ابن صبيح تعجب، يقول: كتبت ساعة إخبار الإمام ويوم إخباره وتاريخ إخباره في قرطاس، واحتفظت به إلى أن خرجت من السجن. يسجنون سنوات، لا يسمح لأهلهم بزيارتهم أصلا، ما حد يدري عنه. هذا سجون الطغاة قديما وحديثا، انتبه جيدا. يقول ابن صبيح: ولما فرج الله عني جئت إلى أهلي فسألتهم عن ساعة ويوم وتاريخ مولد الغلام ابنه. يقول: فأخبروني بنفس الساعة، نفس اليوم، ونفس التاريخ الذي أخبرني به الإمام العسكري. يقول: أنا بعد سألت الإمام قلت له: سيدي وهل لك ولد أنت؟ الإمام العسكري ما كان الشيعة بأجمعهم يعرفون ولده الإمام المهدي، لأن الإمام أخفاه حفظا له من الخطر الأمني الذي يتهدده من بني العباس.
يقول: فأجابني ببيتين من الشعر، قال: لعلك يوما أن تراني وإنني بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. الإمام هنا يشير إلى قدوم ذرية له عليه السلام، وطبعا ذرية الإمام لن تكون إلا من الإمام المهدي، لأنه الخلف الوحيد الذي خلفه الإمام العسكري. الآن موجود بعض الناس ينتسبون إلى الإمام المهدي، لا يدرى مدى حقيقة هذا الانتساب. اللي منكم زار القاهرة، هناك بقرب الجامع الأزهر قبر لأحد أكابر شيوخ الأزهر اسمه الشيخ صالح الجعفري. هذا من أكابر شيوخ الأزهر في العهود المتأخرة، وكان شيخاً لقبيلة الجعافرة الموجودة الآن في صعيد مصر. قبيلة الجعافرة يصفون أنفسهم بأنهم سادة مهدويون. أي واحد جعفري تشوف سلسلة نسبه تنتهي إلى الإمام محمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى بن جعفر ابن جعفر بن محمد ابن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن الحسين ابن أبي طالب. لا ندري مدى حقانية هذا الانتساب، يحتمل يكون صحيح يحتمل ما يكون، لكن شاهدنا أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يبشر بذرية قادمة، وهو بولد بس. هذا الولد الإمام يبشر أنه يكون مثل تميم الذي كان واحدا ثم تكاثر. فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. فكان الإمام يبشر بقدوم عقبه، وكان يطلع خاصة شيعته على الإمام بقية الله في أرضه. أحمد بن إسحاق من أعاظم فقهاء تلامذة الإمامين الهاديين العسكريين، يقول: دخلت على الإمام أبي محمد الحسن يعني العسكري فقلت: سيدي، إذا كان كونه لا أرانا الله يومك فإلى من الأمر؟ يقول: فاستمهلني الإمام ثم دخل إلى جوف بيته وأخرج لي غلاما ابن 3 سنين كأن وجهه الشمس الضاحية أو فلقة القمر الطالع. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. وقال: يا أحمد بن إسحاق، هذا صاحبكم بعدي، هذا من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقول: قلت: سيدي زدني. يقول: فتكلم هذا الغلام الصغير هذا قال: يا أحمد بن إسحاق، أنا حجة الله على خلقه،
والمنتقم من أعدائه. يا أحمد بن إسحاق لا تطلب أثرا بعد عين. هذا الأسلوب الأول من أساليب الإمام في التمهيد لولده الحجة المنتظر. الأسلوب الثاني، كان الإمام يتعمد الاحتجاب عن شيعته. أصلاً الإمام كان يحجب عن شيعته بالقوة الجبرية. ليش؟ لأن بني العباس غيبوه في سجونهم، ولذلك تشوف أكثر الروايات الواردة عن الإمام العسكري كما عرفت بخدمتكم في الليالي المتقدمة مكاتبات، مو بروايات شفوية كالروايات الواردة عن أكثر الأئمة عليهم السلام. وإن كان الإمام موجود خارج السجن فهو تحت الإقامة الجبرية في بيته، محبوس في بيته، لا أحد يدخل عليه، لا يطلع أحد. ما يشوفون الإمام إلا إذا خرج إلى قصر بني العباس، يطلعون إلى قصر بني العباس في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، علشان يسجل حضور، علشان يثبت أنه لم يغادر سامراء. فكان الناس يتحينون خروجه إلى بلاط بني العباس يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يشوفون الإمام بس. منتبه جيد. ولكن من يصل من الشيعة إلى الإمام ما يكلمه إلا من وراء ستار، تمهيداً لنفوس الشيعة وتهيئة لقلوبهم حتى تستعد لأمر غيبة الإمام. لا ينصدمون يجي الإمام المهدي يغيب عنهم فجأة دفعة واحدة وهم متعلمين على الاتصال المباشر بالإمام المعصوم. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث الذي مهد به الإمام العسكري لغيبة الإمام المهدي تنقية كتب الشيعة مما علق بها من أخطاء. أهل البيت عليهم السلام ما وقفوا متفرجين على كتب الحديث مثل ما يحاول بعض الناس يفهمون الشيعة اليوم. واحد بدون أي مسؤولية يقول كتبنا الحديثية فيها كثير من روايات اليهود والنصارى والمجوس. الكثير يعني ايش كثر؟ 5%، 10%. يقول ترى أنا والله وبيني وبين الله أنا ما أتكلم عن 5% و10%، أنا أتكلم عن 80%. الله أكبر. 80% من أحاديث الشيعة مأخوذة من اليهود والنصارى والمجوس. الله أكبر. ولما جاء به العلماء الأساطين وحاققوه قالوا له تعال بسم الله هذه كتب الشيعة، طلع لنا 80% المأخوذة من اليهود والنصارى. قال صبر بألف كتاب. والآن من قال هالكلام 5 سنوات مرت ما شفنا هالكتاب، ما شفنا هالكتاب. خدمة لمن أنت تقول هالكلام؟ أي خيانة لتراث أهل البيت أعظم من هذه الخيانة. واحد بيقضي عمره في الحوزات ويجي يقول هالكلمة بدون أن يلف له جفن. وينها؟ تعال بسم الله ورينا 80% من أحاديث الشيعة المأخوذة من اليهود والنصارى. الله وكيلك ما قدر يطلع 2% من روايات الشيعة. ليش؟ لأن أئمة الشيعة ما تفرجوا على رواياتهم. أنت تعرف كم عمر المعصومين؟
المعصومين ال14 كم عمرهم في عمر الأمة؟ 260 سنة. يعني من هاجر رسول الله إلى شهادة الإمام العسكري عاش المعصومون مع الأمة 260 سنة، يعني قرنين إلا ربع تقريبا، 3 قرون إلا ربع عفوا. أنت تظن 14 معصوم يقعدون يتفرجون على رواياتهم تمتلئ بأحاديث اليهود والنصارى والمجوس وينتظرون هذا المتحدث أو ذاك يجي ينقي لهم تراثهم؟ وين أهل البيت عن تراثهم؟ ألم يعكف الإمامان الباقران الصادقان ليلهما ونهارهما على تنقية أحاديث الشيعة؟ الإمام الباقر والإمام الصادق فرغوا فريق هائل من تلامذتهم لكتابة أحاديث الشيعة، فكتبوها في 400 كتاب عرفت بالأصول 400. الأصول 400 هذه كتبت تحت إشراف من؟ الباقر والصادق، مو منتظرينك أنت تنقي لهم تراثهم. شنو هالغرور هذا؟ شنو هالانتفاخ؟ يعني صارت شعبية، صار الناس يتكلمون باسمك، تجي تضرب مبدأ أهل البيت. هذه الضربة أعوذ بالله من سوء الخواتيم، أعوذ بالله. هالأصول 400 هي التي ألفت منها الكتب 4 للمحمدين 3، الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن بابويه القمي، الاستبصار والتهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي. كتب الشيعة بريئة من هذه الفرية. الإمام العسكري قام بدور يشبه دور الإمامين الباقرين الصادقين تمهيداً لغياب الإمام المهدي. الإمام العسكري يدري أن الشيعة سيبتعدون عن إمامهم، فأمر تلامذته بجمع كتب الشيعة وعرضها عليه. قبل زمان الغيبة عرضت كتب الشيعة على الإمام العسكري ففلترها، نقاها. ومحتاجين لك الحمد لله، تعال اقرأ كتب الشيعة بسم الله، طلع لي روايات اليهود والنصارى والمجوس. كم رواية؟ ما أقول لك أنا كتب الشيعة خالية، فيها، لكن فيها نزر يسير، لا تكاد تجد في 1000 رواية واحدة من الإسرائيلية في 1000. يجيك واحد على فضائية يجي يقول 80% من أحاديث الشيعة. قال أنت ليش شيعي؟ صير سني، روح صير يهودي، صير نصراني، ليش تبقى شيعي؟ ما دام 80% من رواياتنا مأخوذة من اليهود من النصارى والمجوس. أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأسلوب الثالث من أساليب الإمام العسكري في التمهيد للإمام المهدي. الأسلوب الرابع التأكيد على وظيفة الانتظار لفرج الإمام. الشيعة الإمام العسكري وجههم بالتسليم وعدم الاستعجال. يجي واحد يقول لا يظهر الإمام المهدي حينما تمتلئ الأرض قسطا وعدلا ظلما وجورا، ها هي قد امتلأت، إلى متى بعد؟ إلى متى؟ أنت مو في موقف من يفرض على الإمام المهدي متى يظهر. الشيعة وظيفتهم التسليم وتفويض الأمر إلى الله وعدم الاستعجال.
لأن الإمام أدرى بتكليفه، ولذلك صار انتظار الفرج من أعظم الأعمال. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أعظم أعمال أمتي انتظار الفرج. وورد عنه صلى الله عليه وآله يقول: المنتظر لفرجنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. شنو يعني؟ المنتظر لفرج الإمام ماذا يعني؟ يعني الواحد يقف متفرج يشوف أبناء أو بناته ينحرفون عقديا وسلوكيا، يقول والله ننتظر حتى يخرج الإمام يصلحهم. يشوف المجتمع يهوي في هوة الفساد العقدي الأخلاقي، يقعد يتفرج. لا، مفهوم انتظار الفرج تعرض لمحاولات شطب وإلغاء، لمحاولات مسخ وتشويه، لمحاولات تفريغ من محتواه الروحي. مفهوم الانتظار ما يعني أن الإنسان يعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعطل واجب الجهاد في سبيل الله. مفهوم الانتظار ما يعني أن الإنسان يجمد نشاطه الفردي والأسري والاجتماعي. الانتظار عملية معقدة يشير إليها إمامنا الصادق عليه السلام، يقول: من أعظم الفرج انتظار الفرج. يعني إيش؟ يعني المنتظر الحقيقي لفرج الإمام عليه السلام شنو؟ يعيش في استقامته الفكرية العقائدية القلبية والسلوكية العملية، في استقامته الفردية والأسرية والاجتماعية، كما يعيش رعية الإمام في زمان الظهور والفرج. المنتظر الحقيقي لفرج الإمام جاهز لظهور الإمام، هذا المنتظر الحقيقي. أنت لما أسألك إيش عندك اليوم تقول والله منتظر ضيف. منتظر ضيف يعني إيش؟ يعني نايم ومتى ما جاء الضيف تستقبله؟ لا، منتظر ضيف يعني مهيئ المجلس، مطيب المجلس، انتبه جيدا، يعني مهيئ القرى، مهيئ الطعام والشراب والضيافة. بمجرد ما يجي الضيف أنت مستعد لخدمته. هذا معنى الانتظار. أما إذا جاك الضيف ودارك غير مهيئة لاستقباله، طعامك غير معد، شرابك غير معد، أنت مو مستعد لخدمته والقيام بواجب الضيافة، أنت إذا مو منتظر لهذا الضيف. انتبه جيدا، المنتظر لفرج الإمام وهو الجاهز المستعد. لو يطلع الإمام الآن يحمل روحه على راحتي كفيه ويقدمها للإمام، هذا المنتظر. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك لازم يصير سليم المعتقد، ما عنده شبهات، ما عنده شكوك، ما عنده دخل في اعتقاداته، ما عنده وساوس عقدية في وجود الله، في وحدانية الله، في عدالة الله، في نبوة الأنبياء، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في إمامة الأئمة وعصمة ال14، في المعاد. ما عنده، يعيش وضوح الرؤية، يعني من أصحاب البصائر. يوم كربلاء شو الفرق بين معسكر الضلال ومعسكر الحسين؟ البصيرة التي كانت في قلوب أنصار الحسين. عمر بن سعد يقول لأصحابه: ويحكم من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان الناصر وأصحاب البصائر.
وأناسا مستميتين أصحاب البصائر اللي يعيشون وضوح الرؤية، يعني يرون الجنة والنار كرأي العين، ما عندهم شكوك ولا وساوس. هذا المنتظر الحقيقي لفرج الإمام. المنتظر الحقيقي لفرج الإمام سلوكه مستقيم، ما عنده خلط في سلوكه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، يوم يعق والديه، يوم يقطع أرحامه، يوم يأكل أموال اليتامى بالباطل، يوم يظلم زوجته، يوم يظلم أبنائه. هذا مو منتظر لفرج الإمام. هذا اللي يقوله الإمام الصادق: من أعظم الفرج انتظار الفرج. المنتظر الحقيقي للفرج هو يعيش كأنه في زمان الفرج، هو ممتلئ قسطا وعدلا، ولذلك هو من الجيل المستحق لاستقبال الإمام الذي يملأ الله بهم الأرض قسطا وعدلا. وهذا إيش؟ هذا يحتاج جهاد عالي للنفس، مو جهاد بسيط، جهاد الجوارح وجهاد الجوانح، عملية معقدة، مو بعملية بسيطة لا ينالها إلا من غمره الله بلطفه وشمله بعنايته. نسأل الله أن يوفقنا هذا التوفيق، لأن الإصلاح هو المطلب الذي توجه قبلته الأنبياء. أمل الأنبياء هو الإصلاح. الإمام الحسين ليش طلب؟ وصبر على كل شيء، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. والإصلاح الذي أراده الحسين ما أراد الحسين أن يحققه دفعة واحدة، ما يتحقق دفعة واحدة، صحيح؟ الإصلاح الحسيني على دفعات ثلاث: الدفعة الأولى فورية، والدفعة الثانية متوسطة الأجل، والدفعة الثالثة بعيدة الأجل. الدفعة الفورية الإمام الحسين بدمه الزكي كشف القناع عن حقيقة حكم وسلطان بني أمية ومن جاء بهذا الحكم والسلطان. الناس ايش كانوا يظنون؟ كانوا يظنون أن رسول الله يوم أنه استشهد ما صار شيء في الأمة، يعني ما صار شيء، بس النبي قال خلوا علي إمام. شو اللي حصل؟ بدلوا واحد مكان واحد. إن الأمة ما جابت علي، جابت غير علي، وهل جابتهم ما هو بعاد، هم من صحابة رسول الله ومن أقرب الناس لرسول الله. هذا أبو زوجة رسول الله، وذاك زوج بنت رسول الله، يعني ما صار شيء. وعلي بن أبي طالب لم ترفض الأمة إمامته، وإنما أجلتها. كان الناس يتصورون هذا اللي صار بعد شهادة النبي. أمة انتبهوا إلى أن ما حدث بعد شهادة النبي هو انقلاب. القرآن قايل لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. القرآن يقول انقلاب، لكنهم هم متشربين بمعنى الآية. خير إن شاء الله. النبي نصب عليا يوم الغدير، ترى ما صار شيء، علي صار إمام، اللهم ما صار بعد النبي مباشرة، صار بعد مدة. الأمة ما رفضت إمامة علي، ما انتبهت الأمة إلى أنها استبدلت مشروع الإسلام بمشروع الجاهلية إلا يوم آل بها سلوكها إلى قتل الحسين. يوم شافت الأمة نفسها أقدمت على إبادة ذرية رسول الله واستباحة عطرته، علمت إنها أبداً ليست
ليست على خط النبي، لو كانت على خط النبي لما قتلت الحسين. هذا الإصلاح فوري كان. ولذلك الإمام الحسين يوم سأله طلحة بن عبيد الله، الإمام علي بن الحسين لما رجع إلى المدينة، طلحة إبراهيم ابن طلحة بن عبيد الله يقول له يا ابن الحسين، يتهكم على الإمام، أخبرني من المنتصر؟ تعبتوا روحكم من المدينة إلى مكة، من مكة إلى العراق، وبعدين أبدتم واستبحتم ورجعتم. ايش قال الإمام؟ قال له إذا حل وقت الصلاة أذن وأقم تعرف المنتصر. القصة مو بقصة تقطيع جسد الحسين وبقاء ملك بني أمية ظاهرا. الحسين أباد مشروع بني أمية، مشروع بني أمية مشروع الجاهلية، إبادة شعائر وشرائع الإسلام اللي حفظها دم الحسين. منتبه جيدا، هذا الإصلاح الفوري. الإصلاح على المدى المتوسط قام به السادة الحسينيون الثمانية، السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. شنو دورهم؟ دورهم إصلاح الأمة. استشهد الإمام الحسين ولا فيه من الشيعة إلا 3 أشخاص فقط، ودور هال8 من الأئمة إنشاء أمة شيعية داخل الأمة الإسلامية تقوم بمهمة الإصلاح. هالأمة الشيعية لازم تكون معبأة روحيا، الإمام السجاد قام بالتعبئة الروحية. لازم تكون معبأة علميا، الباقر والصادق تولوا هذا الدور. لازم تكون معبأة نفسيا، الإمام الكاظم قام بهذا الدور. لازم تكون واعية سياسيا، الإمام الرضا تولى هذا الدور. هؤلاء الأئمة كلهم هم حسنة من حسنات الحسين، كلهم استثمروا دماء الحسين عليه السلام في تربية الأمة. ما وصل الدور إلى الإمام العسكري إلا الشيعة. شنو؟ الشيعة أمة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أمة تتكون من ملايين في داخل الأمة الإسلامية، لها رؤية عقائدية خاصة بها، لها منهج سلوكي وأخلاقي خاص بها، لها شعائر تختص بها. هذه الأمة هي التي تستقبل الإمام المهدي. الإمام المهدي في آخر الزمان هو اللي يقوم بالإصلاح على المستوى البعيد اللي أراده الحسين. الإصلاح بمعنى ملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولذلك عمدا الإمام المهدي اختار لنفسه شعار شنو؟ حسيني. شنو الشعار اللي يطلع به الإمام المهدي؟ يا لثارة الحسين. يريد يقول للناس ترى نهضة الحسين إلى اليوم منفتحة، إلى اليوم الآن يتحقق هدف الحسين. انتبه جيدا، يا لثارات الحسين. يريد يقول للناس إنكم مدينين للحسين إلى هذا اليوم. ولذلك عشاق الإمام المهدي أشد ما يندبون به الإمام المهدي شنو؟ ظلامة الحسين. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله
وأصوله تنعى فروعه. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعا يا بدر آل المصطفى عجل